عايز اقول لك كده كلمتين من القلب، يمكن يلمسوا الحتة اللي جواك اللي انت مداريها ومش عايز حد يشوفها، ويداووا قلبك الموجوع. بص حواليك كويس، بص على الدنيا يعني بتأمل كده، مش بالعين اللي انت متعود تبص بيها وخلاص. بص على السما ونجومها اللي ملهاش عدد، بص على الأرض وبحرها وجبالها، بص على نفسك، على روحك اللي جواك ديت. مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي نظم الكون ده بالتنظيم ده؟ ده ربنا يا حبيبي، ربنا اللي خلق كل حاجة وعارف كل شيء وقادر على كل شيء. ربنا اللي رحمته وسعت كل شيء وحكمته ملهاش حدود. تيجي انت بقى يلي حتتك قد حتة النملة في ملكوته الواسع ده، وتتضايق وتزعل لما حاجة ما تجيلكش زي ما انت عايز. يا عم الحاجة، هو انت فاكر ان انت فاهم الدنيا دي اكتر من اللي خلقها؟ هو انت فاكر ان ترتيبك للامور ده بيبقى اعمق من حكمة ربنا اللي ملهاش اخر؟ تأدب مع ربنا لو قصتك ما كملتش، لازم تعرف مقامك كويس قدام ربنا، لازم تسلم أمرك لربنا. عبوديتك لربنا مش مجرد صلاة وذكاء وصوم، عبوديتك كمان إنك ترضى بقضاء ربنا، إنك تقول يا رب من قلبك في كل الأحوال، في الفرح والزعل والنجاح والفشل. لما حاجة ما تكملش في حياتك ده مش معناه إن ربنا بيكرهك، يمكن ربنا يا عم شايل لك الأحسن، ويمكن ديت كانت مجرد محطة في طريقك، ويمكن كمان ربنا عايز يعلمك حاجة جديدة. انت عارف المثل اللي بيقول لك ربنا مش بيعمل حاجة وحشة؟ المثل ده فعلا مش كلام وخلاص، ديت حقيقة ولازم تخليها تستقر في قلبك. حتى الحاجة اللي انت فاكرها شر دلوقتي وبتقول ليه حصلت لي، بعد كده هتعرف ان هي الخير بعينه، بس انت للأسف ما كنتش شايف كويس. زي الطفل الصغير لما بيعيط لما الدكتور يجي يديله الحقن، هو في الوقت ده بيتوجع، عارف اللي ده شر ليه، علشان كده بيعيط. بس بعد كده هو عارف ان ده علاج وبيخففه من التعب. احنا برضو كده ممكن نشوف حاجة بتحصل في حياتنا مؤلمة، بس ربنا ساعتها بيكون عايز مصلحتنا، بس احنا مش فاهمين حكمته دلوقتي. ربنا اسمه الحكيم، يعني كل حاجة بيعملها مبنية على الحكمة، ومش أي حكمة، ده حكمة عظيمة. احنا ممكن نفهم منها جزء صغير دلوقتي، وجزء كبير قوي بيكون مستخبي عنك. لما تسلم لربنا وتثق في حكمته، قلبك بيهدى وروحك بتستريح، وتعرف ان انت بإيد أمينة وإيد رحيمة عليك. مش هتبقى تايه وخايف وقلقان طول الوقت. مش بقولك ما تزعلش، ومش بقولك كمان ما تتوجعش، احنا بشر ولينا مشاعر، بس بقولك لما الزعل يجيلك والوجع يزيد عليك، افتكر ربنا، افتكر ان هو احن عليك من اي حد في الدنيا. ادعي وقول يا رب، قول له انا مش فاهم حكمتك دلوقتي بس واثق فيك، انا مسلم امري كله ليك. بص على قصص الانبياء والصالحين، بص شوفوا ازاي ربنا اختبرهم وازاي هم صبروا ووثقوا في ربنا وازاي ربنا عوضهم. ده درس لينا عشان نتعلم منه. يا صاحبي الدنيا ديت دار ابتلاء مش دار جزاء، الكمال مش موجود فيها، النقص ده جزء أصيل منها. المهم بقى إنك تتعامل مع النقص ده بالإيمان والرضا، وتعرف إن الكمال كله عند ربنا في الآخرة. خلي قلبك أنت بس متعلق بربنا، مش متعلق بالدنيا ديت. الدنيا ديت كل يوم بشكل. يا عم اتعلق بربنا، سيبك من الدنيا، ويلا سلام.